ابراهيم. ايه يستر يا رب. بس انت بهيمة ولد كبرت عايزين يجوزوك. لا سيربرايز. خافت. نص مشاهدهم كانت ارتجال، زوج اتخطفت منه مراته وبعد 20 سنة تطلع له بنت، وجاله مرض خطير هيقضي عليه ومحتار يبلغ عيلته ولا لا. حلقتنا النهاردة عن موضوع عائلي. بعد 14 سنة توقف عن الدراما التلفزيونية رجع لنا بمسلسل موضوع عائلي. المسلسل اتعمل ونزل والقصة وصلت وخلاص على كده قفلنا، بس حماس الجمهور هو اللي خلى فيه جزء تاني، وده كان كلام الأستاذ أحمد الجندي مخرج موضوع عائلي. والسؤال هنا بقى، هل فعلا هيبقى فيه جزء تالت؟ وواضح كده ان المنتج هيستجيب لرغبة الجمهور مرة كمان. واللي أكد لنا الخبر هو ماجد الكدواني بنفسه لما قال في برنامج يحدث في مصر إن بعد الانتهاء من تصوير الجزء الأول قلنا إنه لو الناس طلبت هنعمل جزء تاني، وده بيحملنا مسؤولية كبيرة، وده هو اللي حاصل دلوقتي واللي الناس طالباه. كل اللي شاف المسلسل وقع في حب شخصياته من كتر ما كانوا متقمصين الدور ولايق عليهم جدا، لدرجة إن المخرج قال إن نص كلام ماجد الكدواني وطه الدسوقي في مشاهد كتير كان من عندهم ارتجال، وخاصة المشهد اللي علم مع كل الناس لإبراهيم وهو بيكلم ربنا. فريق العمل ما كانوش مجرد نازلين من بيوتهم رايحين الشغل، لا دول كانوا مصممين يطلعوا أحسن حاجة عندهم. خليها تنسى زعلها عليا بسرعة. كل اللي شافوا مشهد المستشفى والمسجد اتأثروا جدا بأداء الكدواني، اللي قال إن مشهد إبراهيم وهو بيكلم ربنا كان أقرب المشاهد لقلبي. ولما اتسأل عن تحضيره واستعداده الشخصي عشان يطلع لنا بالأداء العبقري ده، قال إن المخرج كان سامح لهم بالارتجال كتير، ودايما كانوا بياخدوا راحتهم في البروفات قبل التصوير لحد ما يخلقوا روح الشخصيات في المكان. الجزء الأول بيدور حوالين إبراهيم، شيف في منتصف العمر عايش حياته باستهتار، فقد مراته من 20 سنة، ومن ساعتها رافض فكرة الارتباط تماما، ومش قادر ينسى اللي حماه عمله فيه لما أصر على انفصاله عن بنته قبل وفاتها وسفرها لندن بالعافية. يتفاجئ إبراهيم بعد 20 سنة بخبر هيغير مجرى حياته كلها ويرجعه لجو العيلة والمسؤوليات لما بيعرف إن ليه بنت. وفي الموسم الثاني بتستقر علاقة إبراهيم ببنته سارة، لكن بتحصل تغيرات جديدة في حياتهم لما بيكتشفوا إن إبراهيم مصاب بمرض خطير وهيموت، وساعتها بيقع في حيرة، هل يخبي السر ده عن أهله وأصحابه ولا يقول لهم ويشيلهم هم تقيل؟ اللي ما شافش المسلسل فاتوا كتير جدا، مواقف رمضان حريقة والبوكسر اللي هتموتك من الضحك، ولا زينب وحكايتها مع الملوحة والفسيخ اللي تسببوا في القبض عليهم في المطار، ولا الدب الشرس اللي هاجمهم في الغابة. هو اللي بيتاكل من الدبه هيلحق يصرخ يا ابراهيم. بيقول ان هو لازم ياخد حقنه عشان يتقرص من التستة. في التستة. كلوز لاست اوردر مينيمم تشارج. من احلى المسلسلات المصرية اللي هنفضل نعيدها كتير، وفي انتظار الجزء الثالث. يا ترى مين فيكم شاف المسلسل وايه اكتر مشهد عجبكم وعلق معاكم؟ اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك للصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.